هذيك الصحيه. الهيئه الصحيه انا الهيئه هذيك الصحيه. الهيئه الصحيه انا بعث بملف لحق وزاره الخارجيه ولحق الى الهيئات السياديه المعنيه بالامر. ضيعنا هذه الهيئه الصحيه ودوها لجماعه الدوله الجار. ما هو السبب الحقيقي؟ ولكن لانه احنا رانا صحفيين، احنا نخدموا في الصحافه الاستقصائيه، انا نخدموا بلادنا، انا نخدم مع المخابرات الجزائريه واعتز، نخدم مع وزاره الخارجيه واعتز، نخدم مع قضيه الطرح. علاش نشارك وما نستفدش؟ ويستفاد منها دول اخرى ربما يستفاد في منها بعض الاحيان عدو احيانا بلد نعم. عدو. نعيش الان ذكرى وفاه مسعود الزكار، ما احوجنا الى العديد من رشيد كازا وما احوجنا الى نبتي. هذو هما لي فيريتابل ديفوندور دو لا ديبلوماسي اي دو لوفي تاع الجيري. ما احوجنا الى هؤلاء الاشخاص، كل واحد في بلاصتو. هذو هما اللي يخلقوا القوى الناعمه واللي يخلق لك اللوبي. اذا حبيت تستغل ولا تستغل وجودك في افريقيا وتقود قاطره افريقيا، لابد انه يكون عندك اشخاص رجال كما هذا. نعم. لا مانيش نخرج على اطار يعني تصريحات تاع الزملاء، فقط ما اهميه وجودنا مثلا في بعض المؤسسات البنكيه والماليه اذا احنا ما نستفيدش. نعم. قضيه الطرح. علاش نشارك وما نستفدش؟ ويستفاد منها دول اخرى ربما يستفاد في بعض منها الاحيان عدو احيانا بلد نعم. عدو يستطيع يبني الاقتصاد تاعو بالصور دي. لا الحمد لله مش كاين مشاكل، ربما عندنا هذه الهيئه الصحيه ودوها لجماعه الدوله الجار. ما هو السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي لانه عندنا اطباء وعندنا مختصين في الصحه. لا ليست تاعهم كانت في وزاره الخارجيه، ولكن في وزاره الخارجيه ما فهمناش، سوء فهم ولا ما بعثوهاش ولا تغاضوا عليها ولا استهزاو، فهمها كما تحب. هذه تغيرك هذه، لانه ضيعنا عده هيئات. هذا الملف حطيته في البلاصه المهمه. هذا نسميوه استهتار. نعم. هنا هذا هذه هيئه تروح هكذا باتمو، هذا الملف مديناه في الوقت اللازم، ولكن لانه احنا رانا صحفيين، احنا نخدموا في الصحافه الاستقصائيه، انا نخدموا بلادنا، انا نخدم مع المخابرات الجزائريه واعتز، نخدم مع وزاره الخارجيه واعتز، نخدم مع الهيئات الوطنيه واعتز، لانه ندافع على شرف الجزائر. ضيعنا عده مناصب بهذه الطريقه. طيب